لا تخافوا الا الله. ايش معناه؟ معناه ان هذه الدنيا كانت بيننا وانه سياتي امن واستقرار فيما بعد عليه التحقق وتحقق هذا. حتى ان الصحابي لم يعد يحمل السيف ولا الرمح ولا النبي ولا الكرس، يمشي وحده بدون مرافقين بدون شيء، وحكم الله على امره. طبعا قوه الامن تتحكم بطريقه واحده، هذه الطريقه اداره الحدود، وهي خمسه: حد الرده، وحد القصاص، وحد السرقه، وحد الشرب والخمر، وحد اللواء. هذه الحدود الخمسه تضاع، لكن بالمقابل يظن بعض الناس وهذا فهم خاطئ ان دين الاسلام اداره الحدود بس. هذا غير صحيح. هذا الدين يا احباب الكرام اكبر واشمل من اننا نصبر بالحدود. هذا الدين يدخل بيني وبين زوجتي، يدخل بيني وبين ولدي، يدخل بيني وبين جاري، يدخل بيني وبين الحاكم، يدخل بين الشيخ والقبيله، يدخل بين الجار والجار، يدخل في مساله البيع والشراء، يدخل في مساله الاتكاء، يدخل في مساله القضاء، يدخل في مساله السياسه، يدخل في مساله الاعلام، يدخل في مساله التجاره، يدخل في مساله الاقتصاد. يجب ان تتغلغل هذه الاحكام الشرعيه في كل مقصد من مقاصد الحياه، والا اصبح هذا الدين عاجز عن تصير حياه الناس. اما الذي يقول الدين هذا مبلغ حد السيء والزنا والطلاق والخمر والربا بس، عظمه هذا الدين تجاوزت كل المفاهيم. تتخيلوا ان من سعه الاسلام ان تحمل زوجك الى كنيسه لتشرك بالله عز وجل. انت مسلم وهي كتابيه، زوجك اولادك اقوال المشركين، اولادك اقوال النصارى، وتحمل هذه الزوجه الى باب الكنيسه وتنزل عن الكنيسه وتتعبد على نيابتها، ثم ترجع وتحملها على سياره وتذهب الى بيت هي تشرب الخمر وانت تشرب قهوه حلال. ما هذا الدين؟ ما هذه العظمه؟ ما هذه المكانه في هذه القيم الاسلاميه الرائعه؟ امراتك تضعها على الفراش وتنجب لك الاولاد، وعندما تسال اولادك من اخباركم؟ واحد يقول خالي يوسف، واحد يقول خالي جورج، واحد يقول خالي فلان. لا هم عرب ولا مسلمين بل نصارى ومسيحيين. هذا دين الاسلام. تتزوج امراه كبير فيكون حاكم على الشرك. وصلت عظمه هذا الدين ان الرجل يتعامل مع الجار كانه احد جواره، كانه امه او اباه او اخته او اخاه او اقرب الاقربين اليه. لهذا لا يجوز في حال من الاحوال ان نناقض هذا الاسلام ونخليه مفتوحا على قضايا بسيطه واوسع واشمل وارحب من اننا نجعل في مسائل الحدود. ولهذا اصبح الاسلام اليوم معرض للتشويه في كثير من بلدان العالم، لاننا ما احسن العرض. لو احسن العرض لهذا الدين كان العالم كله اكبر الذي بالله اكبر. لكن انا واحد يحفظ له القران الاحاديث ومجموعه من الايات، عندما تكتب هذه المساله بلا خلاف او هذه المساله راي بعض العلماء كذا فهو لا ما يستوي دراسه بس يتجمع على راي معين او مذهب معين والباقي كلهم على ضلال وعلى خطا وعلى غير صواب. فعرض هذا الدين في هذا العرض الباهر الهين الذي اصبح العالم يشمئز به. والعيب ليس في الاسلام، العيب فينا نحن العيبيه، لان ما احسن العرض. والا والله الذي جمعنا في هذا المسجد ما في كبيره ولا صغيره ولا شاميه ولا والده الا وسطرها الله عز وجل بالجنه. عندما يتكلمون اليوم يقولون انتم تقولون الاسلام
لكل واحد من أولاد الحياة. وين الحل في قضية المرور؟ الجمال، في العلاقات الاجتماعية، هل المسائل المحصلة فيها نصوص؟ هذا حرام وغلط. الإسلام النصوص التي دلت على قضايا محدودة، لكنه فتح باب الاجتهاد وسع فجعل العالم يجتهد بما يشاء وكيف يشاء في إطار هذه الشريعة. ولهذا لما أسأل معاذ بن جبل قال إذا جئت أن يشتكوا بينهم قال من كتابنا، قال بين يدي قال سنة الكريم، قال بين يدي قال أجتهد ورأيي ولا أعلم، يعني لا أبذل جهدي إلى آخر درجات الاجتهاد حتى أصل إلى النتيجة التي هل كان أحد يتوقع في يوم من الأيام أن الفقهاء الأولين الشافعي بن مالك وأحمد بن حنبل وفلان هذا اللي كانوا يتوقعوا كتب أن يتكلموا عن قضايا اليوم المعاصرة ويناقشونها على اعتبار أنها نوع من الفرضيات لن تتحقق إلا في المستقبل؟ ما كان يتوقع على الأمر. الإمام النووي يقول في كتاب المجموع على ترجمة وشرط صحيح الإمام مسلم، ايش يقول؟ يقول سألني رجل وما حد سأل، لكن يكتب شيء فيما يقع في المستقبل. قال سألني رجل وقال لي هل يجوز أن يبيع رجل مع آخر ويشتري بينهما جدار؟ لا يكون والمشتري هنا ما يفتح أحد الشركات، فيقول البائع بعتك السلعة الفلانية ويقول المشتري وأنا اشتريت. قال فهل يجوز أن يتم البيع البائع بين المشتري والمشتري بين البائع ويتكلموا عن جدار؟ لكن اليوم ما نتكلم عن دول بأكملها، واحد في دولة والثاني في دولة والبيع والشراء عمل في دولة ولا عمل ثالث. لولا هذا الفقهاء ما نرجو هذه المسألة على حكم عام ومصير كنا نقول فيها بحل تبقى لها. ايش قال الامام النووي؟ قال عندما سالني هذا السؤال قلت له يجوز اذا تميز الصوت. اذا تميز الصوت الواحد ينزل على واحد لا سمع يا اخي حبل الجنه يعني زبادي مش طواش جنه زبادي يعني يقولوا المسائل هذا كبير هذه البضاعة لا شك ولا عليها ولا على اتفقوا على السعر دون أن البائع على المشتري ولا المشتري البائع. هذا الأمر من التجارة بس بدلناه كان تجارة الآن هو نفس البيع، فأصبحت من أمور هذه الشريعة أن تعالج هذا اثنين هذه الحق الأولين وهذا الأولين ناقشوا قالوا لو أن رجل كان على الجبل وفجأة وهو على راس الجبل جاءت رياح شديدة فحملت الرياح وبني في الهواء 3 أيام. هذا الفرضية كانت أنسب نفس الفقهاء في كتبهم وشدت الرياح في الهواء وضاع قالوا كيف يعمل الصيام والصلاة؟ رياح واليوم في الإجابات مشكلة يعني بعض الطائرات تستمر بدون 7 ساعة والله ساعة رحمه الله كان يوم الله. فكان يقول ينصر ويقتل إذا ضاع على تعلم الصيام وتعلم الصلاة كان يصل الصلاة إذا استطاع ويتقى رمضان والحج الأكبر. يرتبطون يقول لو أن رجل هكذا يقول لو أن رجل كان في صحراء ووجد بركة من الماء فجلس يغتسل ووضع ملابسه جاهزة فجاءت الرياح من الثلاثة ولا تتطلع قعد فوق ولا كيف عالية. ايش يعمل؟ إذا مسك العروة قالوا هذه مسألة تنطبق على الذي يسبب العورة. هل يستدل بالأشجار؟ قالوا ما في أشجار وسحر والملابس على الرياح. قالوا المصلي كما هو والصلاة صحيحة ولا يدري.